زمان كانوا بيقولوا اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي، وده كان تعبير بسيط على إن لقمة العيش أهم من المشاعر، وإن اللي بيأكلني هو اللي يستحق الاحترام حتى لو أنا مش بحبه. وده مش كلام فلسفي، ديت حقيقة موجودة حوالينا كل يوم. الناس اللي بتكافح عشان تجيب لقمة العيش مش فاضية خالص تحلم بالحب والرومانسية. الحب عندهم ده رفاهية، أما لقمة العيش ديت ضروري. ممكن واحد يكون بيحب بس بيلاقي نفسه مش عارف يقول لها اللي هو بيحبها، وتلاقيه بيبعد عنها عشان مش لاقي فلوس تقوي قلبه إن هو يروح يقول لها. في المجتمع بتاعنا ده الفلوس بتتحكم في كل حاجة، حتى لو في المشاعر. ساعات كتير بنشوف جوازات ما فيهاش حب بس فيها استقرار مادي، وناس بتتنازل عن مشاعرها علشان تضمن لقمة العيش. وده مش عيب فيهم، بالعكس ده واقع مفروض عليهم. الحب جميل، بس للأسف الحب لوحده مش بيأكل عيش. واللي يقول لك هعيش على الحب قول له طيب هتجيب العيش منين؟